السلام عليكم. اليوم غنتكلموا على اخبار برشلونه، خاصه ان التوقف الدولي سالا، يعني اليوم ربما هو الاخر او غدا اخر المباريات ديال التوقف الدولي. غادي يعودوا للا ليغا ومباريات دوري ابطال اوروبا مع برشلونه، وهنا غادي نشوفوا هانزي فليك كيفاش غادي يتصرف مع الامور اللي كاينه في برشلونه، يعني بالصعوبات ديالها، بالاصابات المحيطه بالفريق، خاصه العناصر الاساسيه اللي ما كايناش وما كتشاركش مع هانزي فليك في برشلونه. غنبداو بالرجوع ديال اللاعبين من الاصابه، خاصه اللاعبين الاساسيين اللي غادي يحتاجهم بزاف هانزي فليك، لان البروغرام البرنامج اللي كاين عند برشلونه بعد التوقف الدولي فهو برنامج مزدحم، يعني واحد البرنامج فيه بزاف ديال الماتشات. تقريبا في غضون اسبوعين برشلونه غياخذ 5 حتى 6 المباريات، يعني تقريبا كل 3 ايام عنده مباراه، ما عدا المباراه الاولى ديال جيرونا مع موناكو كاين واحد الفارق زمني تقريبا من الحد حتى الخميس، اما الباقي كل يومين 3 ايام غادي ياخذ مباراه على طول 5 حتى 6 المباريات. يعني هنا غيبين ان هانزي فليك غيحتاج لبزاف ديال العناصر باش هكا يكون عنده المدوره، لان ما عندوش الكم الهائل العناصر اللي بارزه وكبيره ومولفه انها كتاخذ المباريات. كما كتعرفوا انه عنده عناصر ديال لاماسيا، عنده لاعبين شباب 16 17 سنه، ما غاديش يكون عندهم داك الخبره وداك اللياقه البدنيه اللي غتساعدهم انهم ياخذوا واحد المباريات كبيره طيله الموسم. هذا علاش ان غادي نرجعوا نشوفوا شنو هما العناصر اللي المقيوسين اللي عندهم اصابه وفوقاش غادي يقدروا يرجعوا. مثلا الا بدينا اراوخو المدافع الصلب اللي سهل انه يجدد العقد ديالو مع برشلونه، لان كعنصر بشري كمدافع او قلب الدفاع فبرشلونه ما خصوش يتخلى على هذا المدافع، هذا المدافع الكبير اراوخو، رغم بعض الاخطاء اللي كتكون عنده الا انه صراحه صمام امان في دفاع برشلونه. اراوخو عنده اصابه اللي غادي تخليه يرجع حتى نهايه الموسم غالبا، كما اشارت التقارير الطبيه في النادي. اراوخو غادي يرجع حتى نهايه الموسم، يعني في شهر 12. بالنسبه لفرينكي دي يونغ، هي اللي نايض عليه الحال هاد الديامات هذه مع فريق برشلونه تكلم معاه وقال له باللي خصك دير عمليه على الكاحل ديالك، ولكن فرينكي دي يونغ رفض، لان الكاحل ديالو مازال مصاب، وكيقولوا انه الا مشى ترجع للمباريات فالاصابه تقدر تتفاقم، ترجع يتصاب دغيا يعني بواحد السرعه اللي هي كبيره، وهذا هو اللي متخوف منه النادي، انه يرجع يلعب ماتش حتى 2 ماتشات ويولي يتقاس واحد الاصابه اللي غتخليه عاوتاني بعاد من الملاعب واحد المده طويله. لان اراوخو كما كتعرفوا راه تقريبا هذه 6 حتى 7 شهور ربما غايب على الملاعب، غايب على فريق برشلونه. داكشي علاش ان برشلونه ما كيستافدش منه بزاف، خاصه هذا الموسمين الاخيرين فكثرت فيه الاصابات ديال دي يونغ. داكشي علاش دي يونغ النادي بغى يمشي للعمليه، يدير العمليه، ولكن دي يونغ رفض، وبالتالي غادي نشوفوا ربما مع قرب هذا هو الموسم الاخير ديالو دي يونغ في برشلونه، فبرشلونه غيقرر انه يخيروا، يقول له واش تبغي تزيد معنا يعني واحد العقد، ولكن بشرط انك تخفض من الراتب ديالك. دي يونغ جاوب وقال باللي انه مازال ما يمكنليش نتكلم دابا في العقد حتى نقرب يعني النهايه ديال الموسم، وربما يتكلموا في هذه المسائل، واش غادي يرحل دي يونغ ولا غادي يزيد مع البارسا، فكتبقى علامات استفهام. بالنسبه للاصابه الاخرى غافي لاعب وسط الميدان، لاعب ارتكاز، لاعب اللي صغير شاب اللي طموح اللي عنده غيره على فريق برشلونه، وكما كتعرفوا كاملين هو غيب بالرباط الصليبي اللي كان غيبوا على الملاعب تقريبا سنه، هذه ما شفناش من الموسم الماضي فاش كان تقاس مع المنتخب الاسباني. اليوم كيقولوا بعض التقارير ان غافي مازال له تقريبا شهر للعوده الى الملاعب، يعني تقريبا غادي نشوفوا غافي في شهر 10، ما بين شهر 10 وشهر 11 فغادي يقدر يلتحق بفريق برشلونه كاساسي، يعني كانه يلعب المباريات الرسميه، وان شاء الله غادي يزيد اختيارات ديال المدرب هانزي فليك. بالنسبه للاصابه الاخرى كاين كريستنسن اللي كان اضطراري شافي ردو ارتكاز، هو في الواقع هو في امر الواقع انه كيلعب قلب دفاع. كريستنسن اللي تا هو تصاب مع بدايه الموسم، ولكن الاصابه ديالو في الاول كانت كتبدو انها طفيفه، ما كانوش كيتكلموا عليها بزاف، ولكن مع التسجيل ديال اولمو كانوا كيقولوا في الاول ان عنده شهرين ديال الاصابه، ولكن مع التسجيل ديال اولمو كما قلنا وكما عرفتوا كاملين ان كانت واحد الصعوبه في التسجيل ديال اولمو، رجعنا سمعنا باللي كريستنسن عنده 4 شهور ديال الغياب بسبب الاصابه. واش هو سياسه من النادي باش سمحوا لاولمو انه يتسجل نص ديال السنه، مع التاكيد بين قوسين ان اولمو مسجل غير نصف الموسم يعني غير شهر 12، يعني كتبقى واش السياسه ولا لا. المهم انه كريستنسن غادي يرجع حتى شهر 1، يعني انتقالات صيفيه، يعني في شهر 1 ان شاء الله في يناير
غادي ترجع من الاصابه ويلتحق بالفريق برشلونه. بالنسبه للاصابه الاخرى وهو مارك بيرنار كلشي يعرف وكلشي شاف هذه البدايه ديال الموسم اللي كان رائع وشاب طموح صغير جاي من الرديف جاي من لاماسيا فريق برشلونه. هانزي فليك اكتشف لنا هذه الموهبه خرجها عطاها فرصه انها تلعب تثبتت الوجود ديالها لعبت مباريات كبيره 3 الاولى في لا ليغا ولكن امام الرايو فايوكانو مشى بالرباط الصليبي. المده اولا دار عمليه اليوم كللت بالنجاح صراحه ولكن الغياب لمده 12 شهر سنه كامله يعني حتى العام الجاي ان شاء الله بحال هذه الوقيته عاد نقدروا نشوفوا مارك بيرنار. كنتمنى ان نكون ذكرت فيرمان لوبيز حتى هو من اللاعبين المصابين تصاب مع المنتخب الاسباني. هي كنا كننتظروا هذه الاصابه ديال فيرمان لوبيز لان فيرمان لوبيز اذا ذكرتو كان عنده نفس الديكور مع بيدري الموسم اللي كان قداه مع اسبانيا وكان قداه مع برشلونه لعب مباريات كثيره واحد الموسم ومشى بواحد الاصابه اللي هي طويله خلاته ما يلعبش مع برشلونه لمباريات كثيره. فيرمان لوبيز نفس الاخطاء تعادت لانه شارك مع المنتخب الاسباني في كاس اوروبا شارك مع المنتخب الاسباني في الاولمبياد اليوم كيلعب تقريبا المباريات ما كيلعبش رسمي ولكن دائما كيشارك في كل المباريات كاحتياط. مشى يلعب مع المنتخب الاسباني كاينه واحد الاصابه ولكن الحمد لله كيقولوا انها طفيفه في الغالب انه غادي يرجع يلعب بعد التوقف الدولي مع خيرونا وان لم يكن ذلك فانه عنده الغياب ديال اسبوعين يعني تقريبا في النهايه ديال الشهر غادي يقدر يرجع ويلتحق فريق برشلونه. هذه كل الاصابات اللي كاينه عند فريق برشلونه. كنتمنى الاصابه تقل انسو فاتي اللي ما تكلمناش عليه هو اللي ربما غادي يرجع في المباراه ديال جيرونا وحتى لما تمكنش من اللحاق بمباراه جيرونا في الاسبوع اللي موراه غادي يكون واجد انسو فاتي لانه حتى هو غيب على الملاعب مع البدايه ديال الموسم تقاس. فإيريك غارسيا خلاص انه سعد العافيه ديالو وغادي يلتحق وغادي يكون ان شاء الله واجد في الماتش ديال جيرونا. يعني الا غادي نحصروا الاصابات ديال برشلونه الحمد لله ما بقاتش كثير الا ما تزادش شي حاجه فبرشلونه يمكن يكون من بعد شهر حتى شهرين انه عنده الماكسيموم من اللاعبين ديالو غير هو خصو يعرف كيفاش يحافظ عليهم ويوازن ما بين اللاعبين باش هكا يتفادى الاصابات كثير. وهانزي فليك يحاول يلعب شكل المداوره خاصه بالنسبه للعناصر اللي كيحتاجها حتى بالنسبه للياقه البدنيه بحال اللاعبين اللي كبار في السن بحال ليفاندوفسكي باش ما يمكنلوش انه ياخذ الماتشات كاملين تيتولير. بالتالي كيخص لاعبين اللي يدوروا معاه ويكون داك السياسه المدوره لتفاديا للمشاكل والاصابات في فريق برشلونه. نتوما الاخوان كيفاش كتشوفوا الموسم غادي يكون بالنسبه لهانزي فليك؟ كيفاش كتشوفوا العناصر ديال برشلونه واش قاده تحمل شي لقب او لا؟ خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات وما تنساش تعملي بلايك سبسكرايب جيم تخلي لي الاراء ديالك وتهلا في راسك.